10 حاجات لازم أعملهم أول ما أبدأ متجر شوبيفاي جديد. الجزء الرابع. من أهم الحاجات اللي لازم تركز عليها في متجرك وهي تواصلك مع العملاء، سواء ردك على أسئلتهم أو استفساراتهم أو لو عندهم مشاكل وعايزين حل سريع ليها. هنا بيجي دور أبليكيشن قوي جدا اسمه إنبوكس، وده مجاني تماما من شوبيفاي. هيساعدك تستقبل رسائل العملاء مباشرة من المتجر وترد عليهم في وقتها، وكمان تقدر تعمل ردود جاهزة بحيث تجهز أسئلة أغلب العملاء بتسألهم وردودها اللي جاهزة عليهم. تقدر تعمل ده من خلال إنك تروح على شوبيفاي أب ستور وتدور على تطبيق شوبيفاي إنبوكس. هنعمل انستول للأبليكيشن. بعد ما يخلص الانستول هيوديك على طول على صفحة الداشبورد بتاعة الإنبوكس. وعشان نفعل الأبليكيشن ونخليه يظهر للعملاء هنروح على الثيم إديتور وبعدين اب امبيدز ونفعل الأبليكيشن اونلاين ستور شات وبعدين سيف. بعد ما نعمل سيف هنلاقي الأيقونة بتاعة الأبليكيشن ظهرت في الصفحة. بعد ما نتأكد إن الأبليكيشن شغال وإن الأيقونة ظهرت هنرجع تاني على الداشبورد بتاعة الأبليكيشن وندوس على unread messages. هنا هتظهر لك كل الرسائل اللي العملاء بتبعتها. أنا هنا هشرح القوائم بإزاي بتحصل مش بالترتيب اللي هم ظاهرين بيه. أول حاجة unread، وهنا هتظهر لك الرسائل اللي وصلتك بس لسه محدش رد عليها من فريق خدمة العملاء عندك. تاني حاجة وهي open، ودي الرسائل اللي وصلتك وترد عليها بس لسه في مشكلة مفتوحة أو استفسار من العميل لسه مكملش الرد النهائي ليه. تالت حاجة unassigned، يعني في رسائل ومحتاجة رد من فريق خدمة العملاء وانت كأدمن هتديها لحد معين من الفريق هو يشتغل عليها بس انت لسه محددتش مين، فهتفضل ظاهرة في unassigned. رابع حاجة assign to me، يعني أدمن خدمة العملاء بعت لك الرسالة دي وعمل لك assign ليها عشان انت تتعامل معاها وتحل المشكلة مع العميل. خامس حاجة وهي closed، بعد ما ترد على الرسائل وتحل مشكلة العميل أو ترد على استفساره والعميل يبقى تمام ومرضي هتخلي الرسالة المفتوحة تبقى closed، يعني كله تمام ومشكلة العميل اتحلت. بعد كده settings، وهنا تقدر تظبط الإعدادات اللي انت محتاجها للأبليكيشن. أول حاجة وهي notifications، ودي الإشعارات اللي بتجيلك لما تيجي رسالة جديدة، سواء توصلك كأليرت على الديسكتوب أو على الإيميل، أو تحدد ريمايندر إن كل ربع ساعة يجيلك تذكير إن في رسائل لسه ما تردش عليها. تاني حاجة الكويك ريبلايز، بدل ما تكتب نفس الكلام لكل عميل يبعت رسالة سواء الردود أو الإجابات أو حتى التحية اللي أنت بتبعتها للعميل، فتقدر تعمل الإجابة دي كويك ريبلاي. هتدوس على كرييت كويك ريبلاي وتكتب شورت كات للرسالة والرسالة اللي أنت عايز تبعتها. ودلوقتي لما تروح للرسائل وتختار من قائمة كويك ريبلاي الرد اللي أنت عايزه هيتبعت للعميل من غير ما تقعد تكتب الرسائل مرة تانية. بعد كده بيجي الجزء الخاص بالشات سيتنجز، وهنا أنت بتغير شكل الشات اللي بيظهر للعميل. تقدر تعمل ده من خلال الثيم إديتور، وهنا أنت بتقدر تغير لون الشات أو التكست أو لون الأيقونة أو شكل الأيقونة، جنبها تكست أو أيقونة فقط. تقدر تغير الشكل زي ما أنت عايز وحابب إن هو يظهر للعميل. تاني حاجة وهي تحديد المواعيد اللي هتبقى متاح فيها لو العميل بعت رسالة، وإمتى أنت بتكون غير متاح، وفي كل وقت هتظهر رسالة معينة للعميل سواء أنت متاح أو إن أنت غير متاح. آخر حاجة وهي الانستنت أنسرز، ودي الأسئلة بإجابات جاهزة أنت تقدر تعملها بحيث إن العميل يعرف إجابة الأسئلة المتكررة وبيسألها أغلب العملاء، زي مثلا إزاي أتابع الأوردر بتاعي أو التوصيل في خلال قد إيه أو عناوين الفروع. تقدر تعمل ده من خلال إنك تدوس على Create Instant Answer وتكتب السؤال والإجابة، ولما العميل يفتح الشات هيلاقي فيه زراير فيها الأسئلة، لما يدوس عليها هتظهر له الإجابات كأنه بيتكلم مع حد من فريق خدمة العملاء بس ردود جاهزة وأسرع. خليك فاكر إن دايما تواصلك مع العميل من أهم الحاجات اللي بتزود ثقته فيك وفي متجرك عشان يرجع لك تاني ويفضل يشتري منك. خليك دايما مركز إن العميل يوصل لك بسهولة وأسئلته ومشاكله واستفساراته كلها تحلها في أسرع وقت علشان تحافظ على وجوده دايما معاك. لايك وفولو شير وفيد غيرك بالمعلومة.